لحظة لحظة لحظة، وش قال أبو تريكة عن السكتوي؟ مورينيو وإنريكي وأرتيتا كلهم في مدرب واحد؟ لا لا، هذا جنون رسمي. خلونا نفهم السالفة من أولها. بعد ما المنتخب المغربي فاز بكأس العرب في قطر والفرحة للحين مستمرة في ملعب لوسيل، جاك الأسطورة محمد أبو تريكة وفجرها بتحليل مو صاحي عن المدرب المغربي طارق السكتوي. قال بالحرف الواحد: السكتوي رجال هادي. طيب وش الغريب؟ لا، اسمع اللي بعده. كمل أبو تريكة وقال: الرجال هذا يجمع تكتيك 3 عمالقة، الثعلب مورينيو في إدارة المباريات وقفلها صح، إنريكي في الاستحواذ والضغط الخانق، وآرتيتا بأفكار التكتيكية الجديدة والمجنونة. يعني تخيل معي، مدرب واحد فيه من خبرة وذكاء 3 أساطير. واللي أقوى من كذا، أبو تريكة يقول إن أحياناً يشوف في السكتوي لمسة من يورغن كلوب بضغط العالي. يا ساتر، الرجال أوش قصته بالضبط. والدليل؟ شفنا المنتخب المغربي في كأس العرب، صخرة بالدفاع وقنبلة بالهجوم. هذا التوازن مو سهل أبداً. والنهائي ضد الأردن كان درس تكتيكي على الهواء مباشرة. كانوا خسرانين 2-1 وفي لحظات قلبوا النتيجة 3-2 وفازوا بالبطولة. هذا هو ذكاء مورينيو بعينه وقت الأزمات يا جماعة الخير. طيب، السؤال المهم الحين، إذا السكتوي فعلاً عنده كل هذه الخلطة السحرية، وش ممكن يسوي لو مسك فريق كبير في أوروبا؟ تتخيلون نشوفه يدرب فريق بالدوري الإنجليزي أو الإسباني قريب؟ عطونا رأيكم في الكومنتات، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، لأن بكرة عندنا سالفة أقوى. صدقوني ما راح تصدقون وش بيصير.